رومانيا يصدم الاتحاد بعد المنشطات. حمد الله يهدد الهلال والنصر بعد الفيحاء. رسميا مدة إيقاف طارق حامد. اعتراف مثير من حجازي بعد تأهل الاتحاد. رئيس اتحاد جدة: دامت أفراحك يا عميد. بعد يومين فقط من أزمة المنشطات، دخل النجم البرازيلي الكبير مارينيو في خناقة عنيفة خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم نادي الاتحاد ضد الفيحاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي. لجنة الرقابة على المنشطات بدأت النجم البرازيلي من تهمة تناول مواد منشطة محظورة لتغلق واحدة من أخطر القضايا في الساحة الرياضية السعودية. وبعد إغلاق قضية المنشطات نهائيا، دخل رومارينيو في خناقة عنيفة مع الإسباني فيكتور رويز متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم من نادي الفيحاء. وقام النجم البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة بضرب الكرة في جسد رويز عقب لعبة مشتركة في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أقيمت عصر الاثنين. ونجا رومارينيو من الحصول على طرد بعد أن اكتفى الحكم بإشهار الكرت الأصفر له، وتدخل زملاؤه لإنقاذه من التورط أكثر في الاشتباكات. ويبدو أن حظ رومارينيو سيء في مباراة الفيحاء لم يتوقف عند الخناقة، بل تعرض النجم البرازيلي للإصابة ليتم استبداله في الدقيقة 28 باللاعب عبد الرحمن العبود. جدير بالذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عصر السبت القادم ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشان سعودي للمحترفين. وجه النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد رسالة تهديد إلى الهلال والنصر بعد الفوز على الفيحاء. وفاز الاتحاد ب4 أهداف ل3 بضربات الجزاء على الفريق الأول لكرة القدم من نادي الفيحاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وينتظر العميد الاتحادي في نصف النهائي المتأهل من المباراة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم من نادي الهلال مع الفتح مساء الثلاثاء. وأكد حمد الله في تصريحات صحفية بعد مباراة الفيحاء على أن هدف الاتحاد ليس الاكتفاء بنصف النهائي، وإنما التتويج بلقب أغلى البطولات. وعن امتداد مباراة الفيحاء إلى ضربات الجزاء، علق النجم المغربي قائلا: لا توجد مشكلة بالنسبة لي أو لجميع نجوم نادي الاتحاد. وشدد حمد الله على أنه مستعد للعب إلى الصبح إذا كانت هذه ضريبة تأهل الفريق الأول لكرة القدم نادي الاتحاد إلى النصف النهائي والاستمرار في المنافسة على اللقب. جدير بالذكر أن نادي النصر يستعد لمواجهة أبها مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. شهد الفريق الأول لكرة القدم نادي الاتحاد تطورات مثيرة بعد حجز بطاقة التأهل رسميا إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي. وفاز الاتحاد ب4 أهداف ل3 بضربات الجزاء على الفريق الأول لكرة القدم نادي الفيحاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وينتظر العميد الاتحادي في نصف النهائي المتأهل من المباراة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم من نادي الهلال مع الفتح مساء اليوم الثلاثاء. وتأكد غياب طارق حامد متوسط ميدان نادي الاتحاد عن مباراة فريقه في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال أو الفتح. وغياب حامد عن لقاء نصف النهائي يأتي بسبب تراكم البطاقات، حيث تحصل على كرت أصفر أمام الفيحاء في الدقيقة 105. وعلى جانب آخر، كشف الإعلامي الرياضي منار شاهين عن طبيعة إصابة النجم البرازيلي رومارينيو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. وتعرض رومارينيو للإصابة بعد تدخل عنيف من حسين شويش لاعب نادي الفيحاء، حيث تم استبداله في الدقيقة 28. وأشار شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى أن إصابة النجم البرازيلي عبارة عن التواء في أربطة الكاحل الداخلية. وكشف الإعلامي الرياضي عن أن مدة غياب رومارينيو تعتمد على درجة الالتواء الذي يعاني منه اللاعب. خرج المصري أحمد حجازي قلب دفاع نادي الاتحاد باعتراف مثير بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وفاز الاتحاد ب4 أهداف ل3 بضربات الجزاء على الفريق الأول لكرة القدم من نادي الفيحاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وينتظر العميد الاتحادي في نصف النهائي المتأهل من المباراة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم من نادي الهلال مع الفتح مساء اليوم الثلاثاء. واعترف حجازي في تصريحات تلفزيونية بسوء مستوى الاتحاد في الشوط الأول من مباراة الفيحاء قبل تصحيح الوضع في 45 دقيقة الثانية.
ونفى مدافع نادي الاتحاد تأثر نجوم الاتحاد بدنيا من مواجهة النصر في كلاسيكو المملكة الكبير خلال الجولة العشرين من مسابقة دوري روشان السعودي للمحترفين. وأضاف أحمد حجازي: قبل بداية الموسم وضعنا في خطتنا لاستعداد جميع السيناريوهات، منها الوصول إلى الأشواط الإضافية وركلات الجزاء. من ناحيتهما وجه رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي رسالة إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر. وكتب الحائلي: اللهم لك الحمد والمنة، فوز وتأهل مهم تحقق بتوفيق الله عز وجل، ثم الصلابة الذهنية التي يتمتع بها لاعبي الاتحاد. وشدد رئيس نادي الاتحاد على أن التأهل إلى نصف النهائي نتاج لعمل المنظومة من جهاز فني وإداري ومساعدة اللاعبين لهما. أما كاكي علق على الفوز والتأهل بالقول: الحمد لله على توفيقه في الفوز والتأهل الذي جاء بعد مباراة ماراثونية تغلب خلالها اللاعبين على المنافس والإجهاد. ووعد نائب رئيس نادي الاتحاد جماهير الفريق الأول لكرة القدم بمواصلة العمل من أجل إسعادهم. أشار أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة وأشاد بالفوز على الفيحاء بركلات الترجيح ب4 أهداف ل3 بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وكتب الحائلي عبر حسابه الشخصي على تويتر: اللهم لك الحمد والمنة، فوز وتأهل مهم تحقق بتوفيق الله عز وجل، ثم الصلابة الذهنية التي يتمتع بها الفريق. وأرداف: الفوز نتاج لعمل المنظومة من جهاز فني وإداري وبلا شك مساعدة اللاعبين لهم. شكرا للجميع مجددا وألف مبروك لجماهير العميد، دامت أفراحكم. وكتب أحمد عصام كاكي نائب رئيس اتحاد جدة: الحمد لله على توفيقه في الفوز والتأهل الذي جاء بعد مباراة ماراثونية تغلبنا خلالها على المنافس والإجهاد، وبإذن الله سوف يتواصل العمل من أجل إسعادكم. بينما قال حمد البلوي المدير التنفيذي السابق للكرة بالاتحاد: ألف مبروك التأهل إلى نصف النهائي رغم صعوبة اللقاء، الثقة كبيرة في اللاعبين بالوصول إلى نهائي أغلى البطولات وتحقيق الذهب وإسعاد جماهير العميد الغالية. بعد يومين فقط من أزمة المنشطات، دخل النجم البرازيلي الكبير مارينيو في خناقة عنيفة خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم نادي الاتحاد ضد الفيحاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي. لجنة الرقابة على المنشطات بدأت النجم البرازيلي من تهمة تناول مواد منشطة محظورة لتغلق واحدة من أخطر القضايا في الساحة الرياضية السعودية. وبعد إغلاق قضية المنشطات نهائيا، دخل رومارينيو في خناقة عنيفة مع الإسباني فيكتور رويز متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم من نادي الفيحاء. وقام النجم البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة بضرب الكرة في جسد رويز عقب لعبة مشتركة في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أقيمت عصر الاثنين. ونجا رومارينيو من الحصول على طرد بعد أن اكتفى الحكم بإشهار الكرت الأصفر له، وتدخل زملاؤه لإنقاذه من التورط أكثر